سمعت اخوان، كلا كلا للفساد، نعم نعم للإصلاح. متأكد دولة رئيس الوزراء؟ تمام. دولة رئيس الوزراء، أنت تدعو لمحاربة الفساد وسراق المال العام وتدعو إلى الإصلاح. شلون مرشح لك شخص بقائمتك يسمونه تمساح الفساد؟ شيء ما يشبه شيء إن صح هذا الكلام. أنت تدعو لمحاربة الفساد وبقائمتك مرشح يطلق عليه تمساح الفساد. مو أنا أقول، لا أبدا، مرشحة من قائمتك هي اللي طلعت وتحدثت أمام وسائل الإعلام بهذا الكلام، وهي من تتحمل المسؤولية القانونية عن هذا الكلام. ست عالية، سمعي دولة رئيس الوزراء وعرفيه بتمساح الفساد اللي مرشحة دولة الرئيس في قائمته الانتخابية. انت بس ثبتي لنا تمساح الفساد رشح وياكم؟ والله ما تقولين ايه لو لا وحده منهم موجود. ست بشوف الصوره بعد. تعال ليش تسالني؟ وشلون عندها تصلح النظام السياسي هاي الكتله اذا تمساح فساد بيها؟ شوف، اولا انت باوع للكتله كسيستم، لا اقول السودان شلون قبل يخلي واحد تمساح فساد؟ يعني هذا السؤال يتوجه له. هذا تمام. احنا ايضا راح نوجه سؤال ست عاليه اللي هي تتحمل مسؤوليته قانونيا، مو انا دولة الرئيس. شلون مرشح تمساح فساد وانت تدعو لمحاربة الفساد والإصلاح من داخل كربلاء المقدسة؟ شلون؟ اقنعنا اخويا حتى ننتخبك وننتخب قائمتك ونظل نصفق لهم. شلون راح تصلح البلد وفي قائمتك تمساح فساد ان صح هذا الكلام؟ اللي تتحمله عالية نصيف، مو انا رجال اسال واكفل حق الرد. وبداخلي سؤال، من انطاك هذه الفكره دولة الرئيس وقال لك من تطلق حملتك الانتخابيه اطلع وصيح كلا كلا للفساد نعم نعم للاصلاح؟ منو صاحب هذه الفكره؟ للامانه يعني فكره مطروقه، يعني انا سامحها، يعني ماكو شيء جديد تحدثت به حضرتك. منو؟ استاذ ربيع، السلام عليكم. اخوي، منو صاحب هذه الفكره باعتبار انت مدير اعلام دوله الرئيس؟ هذه الفكره مطروقه وسامعتها الناس، وسامعتها بمنظر ومشهد يختلف عن هذا المشهد اللي انتشر لدولة رئيس الوزراء. أتذكر كما يتذكر ملايين العراقيين بأن هذا الشعار كان يردده سماحة السيد مقتدى الصدر، لكن بطريقة أخي تخوف للأمانة، يعني تخوف، حيث الجماهير وقوة صوت الجماهير وتفاعل الجماهير مع مطلق هذا الشعار. أذكركم، خلينا نذكركم سماحة السيد مقتدى الصدر عندما كان يتحدث عن الفساد والإصلاح. نعم نعم للإصلاح، سووا ما توقفون. لو بطلتوا من الإصلاح، نعم نعم للإصلاح. فرق مو؟ خلي أسمعكم عندما كان يردد السيد الصدر كلا كلا للفساد. ما أسمع صوتكم أعلى. كلا كلا للفاسد. بس أنا سمعت، بس سمعوهم الذولاك كلا كلا للفاسد. فرق مو؟ أعلم عليه، مجرد طرحت سؤال وأكفل فيه حق الرد للجميع، لكن للأمانة عجبني أسمع مرة ثانية دولة رئيس الوزراء وهو يردد هذا الشعار من كربلاء المقدسة. لذلك نحتاج صوت واضح
كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح. أعتقد الصورة واضحة، وسؤالي في نهاية هذه المهمة: دولة رئيس الوزراء شلون تحارب الفساد وتدعو إلى الإصلاح وبقائمتك تمساح فساد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.